لو كل الناس اتوفرت لهم نفس الفرص ونفس الظروف اللي تخليهم ينجحوا، هل كلهم هيحققوا اللي هم عايزينه؟ ولا برضو في ناس هتفوت الفرص دي؟ هنشوف. أنا مريم وده أوفرند. أكيد النجاح هدف جميل، كلنا بنسعى إن احنا نوصل، يعني ننجح في شغلنا، في علاقاتنا، ونعمل فلوس. بس إيه اللي بيخلي ناس تنجح وناس لأ؟ وإيه اللي بيحركهم ناحية النجاح؟ وبيحققوا النجاح ده إزاي أصلاً؟ عندك مثلاً بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وستيف جوبز مؤسس شركة أبل، ومارك زوكربيرج، وإيلون ماسك. كل دي أسامي ناس ناجحة جداً وأغنياء جداً جداً، بس هما ما بدأوش كده. كل واحد فيهم كان ليه بداية وكان ليه قصة غير التاني خالص. طيب تعال نقول إنك عايز توصل للمرحلة دي، أو في يوم من الأيام اسمك يبقى زي الناس دول. هتعمل إيه؟ لو طلبت نصيحة من حد، هتسمع ناس كتير قوي بتقولك إن مفتاح النجاح في الالتزام، أو إنك تصحى بدري، أو تقرأ كتير، أو يمكن تشوف مقال بيتكلم عن 10 خطوات سحرية تؤدي للنجاح. بس الحقيقة إن مفيش خطوات ثابتة ومعروفة تؤدي للنجاح، لأنك لو بصيت على أشهر قصص النجاح الموجودة حواليك أيا كان المجال، رياضة أو أعمال، هتلاقيهم مختلفين بسبب اختلاف الشخصيات أو الأهداف أو الظروف. بس من بين كل الحاجات اللي هتسمعها، في حاجة مهمة محدش هيقولك عليها، وهي الأخطاء اللي احنا بنقع فيها وإحنا ماشيين في طريقنا ناحية الهدف اللي احنا عايزينه. ودي حاجة مهمة جدا. للأسف أغلب المهتمين بموضوع النجاح ما بيركزوش عليها. بس كتاب الأخطاء أو The Mistakes، صلاح أبو المجد بيركز على النقطة دي كويس قوي. صلاح أبو المجد استشاري مبيعات وتسويق شاطر جدا، وعلشان يوصل لمستوى عالي من الحرفية في شغله أكيد وقع في شوية أخطاء كده، كان ممكن ينجح أسرع لو ما كانتش حصلت. فتعالى نتعرف على بعض الأخطاء اللي هو قال لنا عليها. أول حاجة هي شيطنة الفرص الضائعة. يعني إيه؟ يعني لما تبص على حد شاطر أو ناجح في شغله، في الغالب في سؤال واحد هيجي في دماغك، وهو ليه الشخص ده ناجح وأنا لأ؟ يعني لو عنده عربية هتقول أكيد أهله جابوها له، لو عنده شركة فأكيد حد ساعده، ولو اتعين في وظيفة كويسة هتقول دي أكيد واسطة. المهم يعني إنها أي حاجة غير إن الشخص ده ممكن يكون فعلا تعب وبذل مجهود عشان يوصل للمكان اللي هو فيه. عارف أنت بتقول كده ليه؟ عشان تريح دماغك. يعني لما تسند نجاح الناس لأسباب خارجية، ده هيخلي ضميرك ينام ويرتاح، ومش هتتحرك ناحية أي حاجة. بس السؤال المفروض تسأله هو إزاي نجح؟ مش ليه، لأن إزاي هتخليك تدور ورا الأسباب اللي نجحته وممكن تبدأ تطبقها، على عكس ليه اللي مش هتعمل أي حاجة غير إنها هتحافظ عليك في نفس المكان. حاجة كمان بنقع فيها خاصة لو بنمر بحالة من الاستقرار في شغلنا. هسألك سؤال، هل لو أنت في الشغل أمورك تمام والدنيا ماشية، هتهتم تطور من مهاراتك أو تتعلم أي حاجة جديدة وتطورها ليه؟ وأنا مش شغال والدنيا ماشية عادي والحمد لله؟ طيب لو حصل أي ظرف واضطريت لأي سبب من الأسباب إنك تسيب الشغل، هتعمل إيه؟ في الحالة دي هتضطر تشوف أي حاجة عشان تعرف تصرف على نفسك، حتى لو الحاجة دي أقل من شغلانتك الأولانية، عشان إحنا ما بنجيش غير بالعين الحمراء. هي دي الفكرة من الخطأ التاني، لا تحفر وأنت ظمآن. إنك ببساطة ما تستناش لحد ما تبقى مضطر إنك تطور من نفسك، لا، اشتغل على نفسك وعلى مهاراتك وتعلم حاجات جديدة من دلوقتي عشان توسع دايرة اختياراتك لو بتشوف شغل جديد، وما تبقاش مجبر إنك تقبل بأي حاجة وخلاص. المعرفة والخبرة، في فرق بين الكلمتين دول. هل معنى إن أنا عندي معلومة في مجال معين إن أنا خلاص بقيت خبير في المجال ده؟ أبداً، صدقني. الخبرة هي الخطوة اللي بعد المعرفة، والخبرة بتيجي من التطبيق، والتطبيق الصح بيجي بعد حبة أخطاء حلوين كده، لأن طبيعي محدش هيعرف يصلح حاجة من أول مرة، ولا حد هيبقى محترف سواقة من أول مرة يسوق فيها العربية. بس خد بالك، الأخطاء اللي أنا بتكلم عنها هي أخطاء مختلفة، مش نفس الخطأ وبيتكرر. يعني لو بتتعلم السواقة ما ينفعش كل مرة تيجي تقابل فيها مطب تروح لابس المطب في وشك، كده يبقى في مشكلة. عشان كده في حاجة الكاتب اتكلم عنها اسمها رباعية التعلم. أول مرحلة هي لا يعلم ولا يمارس. يعني وانت صغير ووعيك على قدك، انت مش عارف ايه هي العربية دي أصلا ولا بيستخدموها ازاي. الخطوة اللي بعدها بتكون كبرت شوية وشايف باباك وهو بيسوق، وتقدر تشوف عربيات حواليك في كل حتة، سواء في التلفزيون أو في الشارع، وممكن تقعد تقلد بقى وانت بتسوق وكده. انت هنا في المرحلة رقم 2، يعلم ولكن لا يمارس. ثالث مرحلة واللي اسمها يمارس ويعلم، هي لما تبدأ بالفعل تتعلم السواقة وتبدأ تخبط وتركن غلط وتعمل مصايب عشان بتحاول تطبق كل المعلومات اللي عندك مرة واحدة. بس كل الأخطاء دي بتوصلك لآخر مرحلة، مرحلة الإتقان. انت خلاص قادر تسوق مسافات بعيدة من غير ما تخبط في حد، وما بتبقاش مركز أصلا انت وصلت هناك ازاي. هنا انت تمارس ولكن لا تعلم. نخش على الخطأ اللي بعده. تخيل معايا كده، لو مع أول مشكلة تحصل لك في الشغل
تقوم سايب الشغل خالص، أو لو حصلت لك مشكلة مع صاحبك تقوم قاطع معاه بشكل نهائي من باب يعني اعتزل ما يؤذيك وكده. هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إنك واقف مكانك، مفيش أي حاجة أو أي حد حواليك، عشان كل ما مشكلة بتواجهك بتبعد عنها بدل ما تحاول إنك تصلحها. والحقيقة إن مقولة اعتزل ما يؤذيك دي بنفسرها بشكل خاطئ تماما، لأن أحيانا بيكون ضرر الاعتزال أكبر من ضرر البقاء بكتير. عشان كده الكاتب بيقولك لا تعتزل ما يؤذيك، بس ده مش معناه إنك تعمل العكس وتفضل حابس نفسك في مكان مش مريح، لا خالص، امشي بس لما تحس انك عملت كل اللي حواليك وان ده خلاص هو الحل الوحيد. في خطأ بنشوفه كتير قوي دلوقتي وهو ربط الأداء بالمزاج. يعني مثلا عمرك قصرت في شغلك أو في مذاكرتك علشان فاقد الشغف، أو شغلك مثلا بيخليك تتعرض للاحتراق الوظيفي؟ هي ايه المصطلحات دي أصلا؟ المصطلحات دي وغيرها كتير ظهرت مع ظهور الوعي بالصحة النفسية، والوعي ده كان حاجة كويسة، بس للأسف أوقات كتير بنستغله بشكل غلط. بقينا نقصر في أداء حاجات مهمة ونقول إننا فاقدين الشغف. هو الشغف حاجة مهمة وهو اللي بيحركنا عشان نعمل أو نتعلم حاجات جديدة، بس مش معنى إني ما فيش شغف دلوقتي إني ما اشتغلش. في حاجة أهم اسمها التزام، هو اللي بيخلينا ننجح بغض النظر عن مود حضرتك. يعني فكر معايا كده، لو حد مثلا زي محمد صلاح في بدايته ما كانش التزم بالتمرين، كان زمانه هيبقى هو محمد صلاح اللي احنا نعرفه دلوقتي. والالتزام ده يودينا للنقطة اللي بعدها. في ناس كتير ما بتحبش كلمة الروتين دي. ليه أفضل أعمل نفس الحاجة هي كل يوم؟ هو ما فيش غيرها؟ لا، في الدنيا مليانة حاجات ممكن تفضل تجرب فيها كل يوم، لكن هل هتقدر تبقى خبير في حاجة واحدة بس منهم؟ أكيد لا. الملل مطلوب والتكرار برضو مطلوب. يعني لو هتتعلم مهارة معينة لازم تجربها مرة واثنين وثلاثة لمدة سنين عشان تبقى خبير فيها فعلا. هتزهق وهتتخنق، بس ده هو اللي هيوديك للخبرة، مش بس هيخليك تقف عند نقطة المعرفة. هنا صلاح أبو المجد بيشاركنا غلطته اللي وقع فيها لما أسس شركته سنة 2016، شركة بتشتغل في مجال التدريب والاستشارات الإدارية. وقتها طبق طريقة برشلونة وريال مدريد، ودي الفرق اللي كانت مسيطرة وقتها. وطريقة برشلونة كانت بتعتمد على نجم واحد بس واللي هو ميسي، وفي حالة الشركة ميسي الشركة كان صلاح، هو اللي بيجيب العملاء ويبيع لهم ويعمل كل حاجة. لكن للأسف الطريقة دي فشلت. طب طريقة ريال مدريد، الطريقة اللي بتعتمد على أكتر من نجم في الفريق، وبرضه في حالة الشركة كان كل نجم بيدير قسم معين، يعني نجم في الإدارة، نجم في المبيعات، نجم في التسويق. لكن للأسف برضو الطريقة دي بتفشل، وبعد تجارب وأخطاء كتير اكتشف إن النظام هو الحل الوحيد. يعني لما جرب طريقة برشلونة كان هو النجم الوحيد وشايل كل حاجة، وطريقة ريال مدريد اللي كان فيها كذا نجم كان كل نجم عايز يبان ويعلي على التاني، وبالتالي حصلت مشاكل. فكان الحل الوحيد إن يبقى فيه نظام وخطة مرسومة بتربط كل أقسام الشركة ببعض، يبقوا عاملين زي التروس كلهم متناغمين سوا. ودي كانت أهم نصيحة بيقدمها لأي حد عايز يأسس شركة، وهي إنه محتاج متخصص في الإدارة المالية يقدم له دراسة كاملة وتصوير متكامل للحسابات، وكمان محتاج متخصص في الموارد البشرية يرسم الهيكل الإداري للشركة ويحط كل واحد في مكانه، عشان أهم من الشغل تظبيط الشغل. لو شفت طالب ثانوية عامة جاب مجموع وحش وللأسف ما قدرش يدخل الكلية اللي هو عايزها، حاجة وحشة، بس هتلاقيه ماشي يندب حظه ويقول أنا كان زماني دكتور لولا 40 درجة بتوع الكيمياء، أو منه لله اللي ظلمني. ومين عارف ممكن يكون مظلوم فعلا، بس لو فضل يعلق شماعة فشله على اللي حواليه مش هيحقق أي حاجة، لأنه ببساطة ريح دماغه وطمنها إنها مش السبب في فشله، بدل ما يدرك إن هو المسؤول عن نجاحه حتى لو اتظلم من اللي حواليه. حاجة يعني دي حاجة في علم النفس اسمها متلازمة الضحية. في أي مشكلة بنقابلها بنرمي اللوم على العوامل الخارجية أيا كانت، الفلوس، الأهل، الصحاب، بدل ما يبقى عندنا الإدراك إن التعافي من أي مشكلة هو مسؤوليتنا إحنا. عشان كده الكاتب بيقولك أنت لست ضحية. في مصطلح ذكره الكاتب اسمه وهم المعرفة، وده نتيجة وفرة مصادر المعلومات في الوقت الحالي. على عكس عصور ما قبل الإنترنت كان الحصول على أي معلومة أصعب بكتير وبياخد وقت أكبر، ومعناه إنك لما تشوف حد شاف فيديو أو قرأ مقال أو عارف أي معلومة عن أي موضوع فخلاص يبقى فاكر نفسه إنه هو قفل المجال وعنده القدرة إنه يناقش ويجادل أي خبير في الموضوع اللي هو قرأ عنه. في حركة ذكية قوي صلاح كان بيعملها لما بيقعد مع أي حد عنده خبرة حقيقية في مجال معين، اسمها shut up, listen and do. يا ريت تبقى تجربها. يعني الحركة دي هي إنك لما تقعد مع الخبير ده تسكت خالص وتسمع وتركز جدا في اللي هو بيقوله من غير لا جدال ولا نقاش.
ده في حالة إن أنت عايز تكتسب فعلا من الخبرة اللي عنده. يعني مثلا لو الشخص ده عنده خبرة 10 سنين في مجاله، أنت تقدر تضيف ال10 سنين دول لعمرك بمجرد بس ما تقعد تسمعه وتركز معاه، وده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. فلما تجيلك الفرصة دي هات ورقة وقلم واقعد اتعلم. الخطأ اللي بعده وهو لا تؤسس شركة. شباب كتير دلوقتي بقى حلمهم إن هم يأسسوا شركاتهم الخاصة، ويقولك أنا عايز يبقى عندي اللوكال براند بتاعتي عشان يعني ما يبقوش تحت رحمة حد ولا شغالين عند حد ومحدش يقدر يتحكم فيهم. وده كلام جميل وجزء منه صح، وأنا قلت جزء منه. بس قبل ما تبقى مدير شركة، هل عندك خبرة كافية على أرض الواقع؟ طب هل عندك العقلية اللي تقدر بيها تدير الشركة دي؟ لو بقيت مدير شركة أو صاحب شركة من أولها كده، هتحتاج تتعلم حاجات كتير وتجرب حاجات أكتر، وتكلفة ده من وقت ومجهود وفلوس هتكون كبيرة جدا، أكبر بكتير من لو إنك اكتسبت الخبرة دي وإنت شغال في شركة في بداية حياتك، لأن ممكن غلط واحد بس يكلفك شركتك كلها. فالأحسن إن خطوة تأسيس شركة تكون خطوة أخيرة مش بداية ليك. قبل ما تبدأ مذاكرة بتقعد تروق مكتبك وتعمل قهوة وتجهز نفسك عشان تبدأ بمزاج. بتبدأ؟ لأ. ليه؟ عشان انت مستني ظروف مثالية عمرها ما هتيجي. نفس الكلام في البيزنس، وده خطأ كبير جدا. يعني تسمع كلام زي اللي بيبدأ كبير بيفضل كبير، وده طبعا أي كلام، لأن طول عمره الصغير مسيره يكبر عادي. يعني انت مستني يبقى عندك الخبرة والماديات اللي تخليك تبدأ بداية قوية، وده مش هيجي غير لما تبدأ فعلا وتجرب وتتعلم، لأن في حاجات مش هتعرفها غير لما تجرب وتغلط. بس ده مش معناه إنك تغامر وتبدأ من غير الأساسيات، لأ، لكن البداية الصغيرة كده كده هيجي وقتها وتكبر. الخوف حاجز كبير جدا بيقف بيننا وبين أي حاجة إحنا عايزين نعملها. يعني لو أنا عايز أعمل مشروع ممكن أخاف أعمله لحسن أفشل، ولو فشلت الناس هتشمت فيا. طب وإيه اللي فيها؟ يعني هيحصل إيه لو فشلت؟ هيشمتوا فيا؟ عادي، وده طبيعي. ومش عشان الناس وحشة، لأ، علشان دي حاجة موجودة كده في النفس البشرية. بنحس بسعادة خفية لما نشوف حد ناجح أو مكانته عالية بيقع، وبنحس بالسعادة دي بشكل غير واعي. يمكن ده مربوط بحاجات جوانا زي شيطنة الفرص الضائعة اللي قلتلك عليها. دي حاجات موجودة في تفكيرنا وما نقدرش نفسرها بوضوح، بس الأكيد أكيد إن هي حاجز كبير جدا بيننا وبين النجاح في أي حاجة. وعلشان النجاح مش سهل ومهم لازم نكسر الحاجز ده. دي بعض الأخطاء اللي قال لنا عليها صلاح أبو المجد جوه الكتاب، وده مش معناه إن هي قانون، لأ، هي بس تجربة شخصية بينقلها لك ممكن تساعدك. وفي النهاية أحب أقولك إن النجاح مش سهل، بس عشان تحس بطعمه لازم تعدي بشوية حاجات كده، وما تستعجلش عليه. خد وقتك وكده كده هيجي. بس كده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنتس عايزين تشوفوا إيه الحلقة اللي جاية. سلام.